لا ما تبغى اسمع. ولماذا؟ هل هناك أسباب أدت إلى مثل ذلك؟ اروح الحال. ولماذا تذهب لوحدك والناس كثر؟ وحدي اروح وحدي. لماذا يا أستاذ لو سمحت؟ أيوة. سمعنا في الآونة الأخيرة ايوه أنك تقوم بإحدى المهمات الصعبة داخل تلك الأحياء المهجورة. فلماذا؟ هذه من تخصصي. اي نعم. طيب سعد. نعم سعد، الأستاذ سعد. ايوه. فلماذا وإن تعددت التخصصات لا يكون لك؟ لماذا لا يكون لك؟ تعال اسكت، تعال من ناحية. تعال 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 ربي تعال. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ايوه. الأستاذ سعد، أخبرتنا في لقاء غير هذا اللقاء أن لكل نفس مستقر إلى حين. فحدثنا عن هذا الموضوع. حدثنا عن هذا الموضوع. حدثنا عن هذا الموضوع. كنت عمرك طيار. نعم. طيار. نعم. من القوات المسلحة. من التخصصات. نعم. وبعدين عمرك صابني مرض. الحمد لله. قل الحمد لله. الحمد لله والشكر. ايوه. صابني مرض، وبعدين يوم اني صابني مرض طلعت. اي نعم. ويوم اني طلعت عمرك رحت. الحمد لله. قل الحمد لله. الحمد لله. نعم. وتعالجت وبعدين رجعت. نعم. واخذت صنف طب. صنف طب. اي نعم. وطلعت. اي نعم. هذا عام 1000 وكم؟ من زمان. من كم يعني؟ 1400 وكم يعني؟ الحنفية ولا حطبة؟ وحطبة. ايوه كويس. ايوه. ايوه. وبعدين طلعت. اي نعم. طلعت ورحت اشتغل بالشركات. الحمد لله. قل الحمد لله. الحمد لله. ايوه. اشتغلت بالشركات وبعدين جيت. نعم. وطلعت وجيت هنا. قل الحمد لله. الحمد لله والشكر. طيب الآن أنت بعد كثير من التحميد والتهليل وما إلى ذلك من المقامات التي تعد مقامات رسولية، ماذا حدث لك من احتواء وانحلال وعدم قدرة على تواصل مع الجمهور؟ الجواز. نعم. الجواز كان له أثر بالغ في تزوجت، أخذت مرة حرمة واحدة. قل الحمد لله. الحمد لله. أخذت حرمة واحدة وبعدين طلقتها. قل الحمد لله. الحمد لله. عقبت منها ولد وطلقت. قل الحمد لله. الحمد لله والشكر. نعم. بعد كثير من التحليل والتحميد